بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه احنا عايزين نوجه رساله للمجلس العسكري. انتوا معاكم السلطه بتاع 4 شهور 5 شهور. للاسف البلد في فوضى عارمه. بتقولوا البلد داخله على مجاعه، البلد داخله على ارهاب، البلد داخله على بلطجيه. البلد دي 7000 سنه مسروقه ومنهوبه وربنا حاميها ويفضل حاميها بيكم او بغيركم. البلد دي الشرعيه الوحيده فيها من الشعب المصري، مش منك او من مبارك او من غيرك. اللي عايز يحكم مصر لازم يسمع شعب مصر، لازم ينزل الشارع، لازم يسمع كلام الناس، ما يقعدش على كرسي ويقعد يقول انا هعمل وهعمل وهسوي. لا، عايزين ما نخوفش الناس. مين السبب في الفوضى؟ مين السبب في هروب البلطجيه؟ مين السبب في هروب الحراميه؟ انتوا عايزين تمسكوا البلد 60 سنه تاني. احنا هنموت لان شعب مصر هيقعد ويحكم بلده تاني. والشرعيه الدستوريه، اي شرعيه حاكم لازم تيجي من الناس ايا كان موقعها. اقسم بالله الثوره اذا ما نفذتش مطالبها المره دي لو هيموت مننا 2 مليون 3 مليون احنا كتير بفضل الله، وشباب كتير، مش مهم احنا مين، هنموت. ولكن الثوره لازم تبقى ثوره شعب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضيعتوا الشعب وضيعتوا البلد. عمر ما كانت مصر مسروقه ومنهوبه الا منكم. انتوا عايزين تعملوا فتنه طائفيه. طول الثوره مفيش قوه اتحدفت على كنيسه، مفيش قوه اتحدفت على جامع. عايزين تعملوا فوضى علشان تنيكوا قاعدين في البلد. للاسف الشديد دلوقتي بتقبضوا على الشباب اللي زينا علشان احنا اصحاب الثوره، احنا والشعب، وبتسيبوا الحراميه الكبار علشان مقبضينكم ومعاهم فلوس. خدوا افراج دلوقتي. انا لو معايا تاكس بقول لكم اهو، انا لو معايا تاكس ومعايا 10000 جنيه وبعد 100 متر التاكسي بتاعي وال 10000 جنيه تاخدوا مني. لا، ده نصرف ال 10000 جنيه ولكن التاكسي ما اتاخدش مني. الحراميه اللي انتم حبستوهم وبتحاكموهم محاكمات مدنيه هم اللي بيعملوا كده. معاهم مليارات الجنيهات، هيصرفوا ملايين علشان يخربوا البلد والشعب يرجع ياكل في بعضه ويلعن في الشباب صحاب الثوره. والله العظيم ما هنسمح لاي كلب انه يلعن الثوره او يشتم الشباب. اقسم بالله الثوره المره دي لو قامت والله العظيم لو نروح نجيب الحراميه بايدينا من بيتهم وهنعدمهم. عند جدتي في الصعيد في مثل بيقول اضرب المربوط يخاف السعيد. المره دي هنضرب كل الحراميه ان شاء الله، واحنا اصحاب البلد، ولا داخليه ولا حربيه. حسبنا الله ونعم الوكيل.